مشروب رهيب جدا في زيادة إنتاج البيض وزيادة الأوزان. هيوصل معاك الطيور لأوزان رهيبة في خلال وقت قصير جدا. مش هتلحق تلم البيض من عند الفراخ بتاعتك. بيرفع المناعة وفيه كميات عالية جدا من الفيتامينات والبروتينات والأملاح المعدنية والكالسيوم. بيقضي على جميع أنواع الإسهالات وبيطرد الديدان من أمعاء الطيور، وكمان سريع جدا في هضم الطعام وبيعالج الأمراض التنفسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهارده يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال دايما يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو تصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وتحطوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. المشروب ده واحد من أفضل العلاجات الطبيعية للطيور. المشروب ده بيعتبر صيدلية متكاملة، ليه قدرة رهيبة جدا في التخلص من مشاكل سوء التغذية، وكمان بيقضي على جميع أنواع الإسهالات، بيطرد الديدان وبيعالج أمراض البرد. قوي جدا في رفع المناعة، في كميات عالية جدا من الفيتامينات والبروتينات والأملاح المعدنية والكالسيوم. كمان بيساعد على هضم الطعام بسرعة رهيبة جدا. واقي من الإصابة بمرض السالمونيلا، بيتخلص من السموم، وكمان بيحمي الدم من ان يجيلها سموم. بيحافظ على نسبة الكالسيوم، وكمان بيزيدها في جسم الطيور بتاعتنا. بيقوي الجهاز العصبي، بينشط الدورة الدموية بتاعة الطيور بتاعتنا. مطهر معوي قوي جدا، بيقضي على جميع انواع الاسهالات، سواء كان اسهال مدمم او اسهال اخضر او اسهال بني غامق اسهال بني فاتح. هو بيقضي على جميع انواع الاسهالات. المشروب اللي احنا هنعمله النهارده قوي جدا، مكون واحد بس وموجود في كل بيت. هتزود انتاج البيض ومعدتش هتلحق تلم المحصول بتاع البيض بتاعك. الدنيا هتمطر عليك بيض بعد ما تعمل المشروب ده. كمان رهيب جدا في زيادة الأوزان، هيوصل الطيور بتاعتك لأوزان رهيبة جدا في خلال وقت قصير جدا. هنوفر من علف، هنوفر من مجهودنا، وكمان هنتجنب الأدوية البيطرية، وهنزود أرباحنا وهنكسب ذهب من تربية الطيور. المشروب ده قوي جدا، كمكون واحد هنعالج امراض متعدده، وكمان هنحمي جسم الطيور بتاعتنا من ان يجيلها اي مرض. مضاد حيوي قوي جدا، اقوى من المضادات الحيويه الطبيعيه. وكمان المشروب اللي احنا هنعمله النهارده ده افضل من العلاجات الطبيعيه بمراحل. بيعتبر صيدليه متكامله لان هو فيه فوائد رهيبه جدا للطيور بتاعتنا، وكمان بيتخلص من مشاكل سوء التغذيه، وبيطرد الديدان من امعاء الطيور بتاعتنا. بيدهم الطعام بسرعه جيده. في فوائد رهيبه جدا من الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم والاملاح المعدنيه، واهم حاجه الاملاح المعدنيه خاصه للبط الصغير. بينشط الدورة الدموية، مطهر معوي قوي جدا. تعالوا بينا نعرف ايه هو المشروب اللي احنا هنعمله النهاردة. اول حاجة هنحتاج معانا مكون واحد وهو قشر الرمان. قشر الرمان ده ليه فوائد عديدة جدا. قشر الرمان ده بيعالج امراض متعددة وافضل من العلاجات الطبيعية. بيعالج امراض متعددة، وكمان بيحمي جسم الطيور بتاعتنا من ان يجيلها اي مرض. تعالوا بينا ازاي نحضر مع بعض مشروب الرمان. بعد كده نعرف ايه هي فوائد قشر الرمان. اول حاجة هنجيب قشر الرمان وهنسلقه. هنحط قشر الرمان وهنحط عليه يعني تقريبا كده نص رتل من المية. هنوطي عليهم النار وهنغطي عليهم علشان فوائد قشر الرمان ما تطلش مننا، ونسيبهم على نار هادية لما حداية ما قشر الرمان بتاعتنا يسلق. هنطفي عليه النار، واما يبرد خالص هناخده في الخلاط بتاعنا وهنفرمه كويس جدا. وطبعا مش هنصفيه لان احنا هنحطه في الحلة بتاعتنا. لكن لو بنحط المية للطيور بتاعتنا في سقاية افضل حاجة ان احنا نصفي المشروب بتاعنا. قشر الرمان ده ليه فوائد رهيبة جدا. اول حاجة في كميات عالية جدا من الفيتامينات. في فيتامين ج وفيتامين باء واحد، فيتامين باء اتنين، وفيتامين باء تلاتة، فيتامين باء خمسة، وفيتامين باء ستة، وفيتامين باء تسعة. في فيتامين ه وفيتامين كاف. في كميات عالية جدا من الأملاح المعدنية، وكمان كميات عالية جدا من البروتين والكالسيوم. المشروب ده واحد من أفضل العلاجات الطبيعية للطيور. بيعتبر صيدلية متكاملة لأنه بيعالج
امراض كتيرة جدا، ويعتبر مضاد حيوي من اقوى المضادات الحيوية الطبيعية، وليه قدرة رهيبة جدا في التخلص من مشاكل سوء التغذية. وكمان بيستخدم قشر الرمان في القضاء على جميع انواع الاسهالات، سواء كان اسهال مدمم او اسهال اخضر، اسهال بني فاتح، اسهال بني غامق، او اسهال اللي هو الابيض ده، او اسهال اللي هو الشفاف اللي بيبقى ميه ده. المشروب ده بيقضي على جميع انواع الاسهالات، بيعالج امراض البرد، وكمان قوي جدا في رفع كفاءة المناعة. بيحمي جسم الطيور بتاعتنا من ان يجيلها برد، وبيديها مناعة قوية جدا تقدر ان هي تتغلب على اي مرض. بيطرد الديدان من امعاء الطيور بتاعتنا بسهولة جدا. بيساعد على هضم الطعام بسهولة جيدة جدا. المشروب ده رهيب جدا لان فيه فوائد رهيبة جدا للطيور بتاعتنا، سواء كان بط كبير او بط صغير، فراخ ساسو، فراخ بلدي. المشروب ده مفيد بشكل غير طبيعي لجميع انواع الطيور. بيتخلص من التسمم، وكمان بيحمي جسم الطيور بتاعتنا من ان يجيلها تسمم. بيحافظ على نسبة السموم في جسم الطيور بتاعتنا. الرمان ليه فعالية جيدة في علاج أمراض التنفسية، واقي من الإصابة بمرض السالمونيلا. بيتخلص من السموم، وكمان بيحمي الطيور منها. بيحافظ على نسبة الكالسيوم في جسم الطيور، وكمان بيزيدها. بيقوي الجهاز العصبي، بينشط الدورة الدموية للطيور بتاعتنا. مطهر معوي قوي جدا، وكمان مضاد حيوي أقوى من المضادات الحيوية الطبيعية. رهيب جدا في زيادة الأوزان. هيوصل معانا البط ل8 كيلو ونص في خلال 4 شهور بس. وكمان هيوصل معانا الفراخ الساسو ل3 كيلو في خلال 40 يوم فقط. اما الفراخ البلدي وهو رهيب جدا في زيادة انتاج البيض. الفراخ عمر 3 شهور ونص، 4 شهور بالكتير قوي هتبدأ ان هي تبشر معاك من انتاج البيض. وكمان لو عندك فراخ قطع بقالها فترة، فالمشروب ده ليه فوائد عديدة جدا بعد ما تستخدم المشروب ده للطيور بتاعتك معدتش هتلحق تلم الانتاج بتاع الطيور بتاعتك. هنوفر وقت، وكمان هنوفر من العلف، هنوفر مجهودنا، وهنوفر الأدوية البيطرية، وهنتجنب الأمراض، وكمان هنزود أرباحنا ونكسب ذهب من تربية الطيور، لأن تربية الطيور مربحة جدا. بس لو مشينا معها خطوة بخطوة وقدمنا للطيور بتاعتنا مشاريب قوية جدا في زيادة الوزن، وكمان مشاريب تقوي المناعة بتاعتهم. المشروب ده فيه فوائد عديدة جدا وفوائد رهيبة جدا، زي الفيتامينات اللي فيه. في فيتامين ه، وفيتامين ج، وفيتامين د، وفيتامين ب1، فيتامين ب2، وفيتامين ب3، فيتامين ب5، وكمان في فيتامين ب6 وفيتامين ب9. في كميات كتيرة جدا من الفيتامينات، وكمان موجود فيه فيتامين ك، وفي كميات عالية جدا من الأملاح المعدنية والبروتين والكالسيوم. في كميات رهيبة جدا من الفوائد الطبيعية. ده يعتبر من أفضل العلاجات الطبيعية للطيور بتاعتنا. بيساعد على التخلص من أي مرض موجود في الطيور بتاعتنا، وكمان بيحمي جسمهم من إن يجيلهم مرض بشكل كبير جدا. المشروب ده قشر الرمان مكون رهيب جدا في زيادة الأوزان وفي زيادة إنتاج البيض، وبيحمي جسم الطيور بتاعتنا من إن يجيلها أي مرض. وكمان لو الطيور بتاعتنا عندها أي مرض فهو هيتخلص منها، وكمان هيحمي جسم الطيور بتاعتنا من إن المرض ده يرجع للطيور تاني، وخاصة أمراض البرد، لأن منتشر فيروس دلوقتي في الجو يجي على هيئة برد للطيور بتاعتنا. فالمشروب ده مهم جدا اللي احنا نعمله للطيور بتاعتنا، لان فيه فوائد عظيمة جدا للطيور بتاعتنا. يا رب يا حبايب قلبي الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك علشان الفيديو ده ينتشر يوصل ناس كتيرة جدا ويستفادوا من الفيديو ده بإذن الله. شرحنا النهاردة فوائد قشر الرمان وازاي نعمل مشروب قشر الرمان، لان المشروب ده رهيب جدا فيه فوائد عظيمة جدا. مع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.